السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. أحيانا نكتشف أننا لا نقف على أقدامنا بل على قلوبنا. يقال دائما ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة. فإن كنت من محبي الغموض والإثارة والقضايا الغامضة، دلوقتي فعلنا بيج أرشيف. خليني أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها. يلا يا صديقي ادخل للبيج، هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة. هتلاقي الرابط في أول تعليق. ادخل للبيج وتابعنا علشان توصلك كل حلقاتنا الشيقة من أرشيف. ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار، ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع شخص عجوز في محل أنتيكات، وبيبقى واضح إن في قصة كبيرة للساعة اللي ماسكها في إيده، وفي نفس الوقت من ناحية تانية بتحصل حادثة مع كانت بتتكلم مع بنتها في التليفون، وبتفضل البنت تتكلم مع والدتها على أمل منها إنها تجاوب عليها ولكن بدون فايدة. وبعد فترة مش كبيرة بنشوف عمال بينقلوا الساعة الأنتيك اللي كان العجوز بيصلحها ومهتم بيها جدا، ولما بينزلوا الساعة بيلاحظ واحد من العمال إن الساعة بتدق من غير ما يكون عقربها مظبوط على وقت معين، فبيحس العامل بالخوف وبيقرب منها علشان يقفلها، وفعلا بتتقفل. بس اول ما بيتحرك من تاني ويبعد عنها بنكتشف ان العقرب بيتحرك بسرعة رهيبة وبيقف عند تاريخ معين وهو يوم الاثنين الساعة 3. وبننتقل للزوجين يوفان وديشا وهم بيدخلوا اول مرة لبيتهم الجديد، وبنفهم من يوفان انه الجد وجدة ديشا اللي اهلها توفوا هم كمان في حادثة. واول ما سمعت الجدة بخبر وفاة الام هي وزوجها حزنت جدا ومن كتر حزنها ماتت. وللأسف الجد كمان من كتر حزنه ما قدرش يعيش يوم واحد من غير زوجته. وبيكمل يوفان وبيقول لها انها بكده الوريثة الوحيدة والشرعية ليهم، واللي هتورثه هم 40 فدان والقصر اللي هم فيه ده. وبتبقى ديشا منبهرة بكل اللي بتشوفه قدامها ومش مصدقة ان كل ده بتاعها لوحدها، ولكن بتبقى حاسة ان في طاقة غريبة في المكان، وخصوصا لما بيحصل خلل في التيار الكهربي. وفجأة بتظهر العاملة وبتعرفها ان البيت تم تنظيفه، ومرة واحدة الكهرباء بيحصل فيها خلل أكبر من اللي فات وبيطول معاهم. وبنلاحظ إن في عيون العاملة نظرات رعب ليها، وكانت عارفة حاجة، وخصوصا لما بتبص على صورة الجدة. وبتمر أيام قليلة جدا والساعة اللي شفنا العمال بتنقلها بتكون ليهم، وبيستمر قطع الكهرباء من وقت للتاني حتى وهم نايمين ومش حاسين بحاجة، لغاية ما بيجي اليوم اللي يوفان بيعزم فيه صاحبه جونوا. وقبل ما يودعه بيسأله سؤال غامض جدا، وهو إنه قال لديشا على الحقيقة ولا لا. وبنفهم من رد يوفان عليه انه مش عاوز يقول لها الحقيقة لان صحتها ممكن تسوء اكتر من كده. وبتبقى ديشا في الوقت ده بتفتح الساعة الانتيك اللي وصلت لهم وبتبدأ تشغلها، واول ما بتحط المفتاح فيها بتلاحظ ان فيها مكان عيون بتنور بشكل غريب وكأنها فيها فلاش، فبتقرب منها اكتر وبتحاول تبص على الوميض اللي بيطلع منها. بس مرة واحدة بتتخيل بحد واقف قصادها، فبتتخض ديشا ومن خضتها بتقع على الارض وبتسمع صوت أشبه بصوت الغليان، وبتحس بظل بيعدي من جنبها وبيفضل يتجول بره البيت. وبتحاول ما تهتمش وبتروح للمطبخ علشان تطفي على المية اللي بتغلي، ولما بتبص وراها من شدة صدمتها من اللي شافته بتفقد وعيها وبيبان إن في خيال في المراية. ولما بيجي الدكتور بيعرف يوفان الحقيقة المؤسفة إنه إذا تعرضت لأي صدمة من تاني هتفقد الحركة تماما. ومن خلال كلامه بنعرف إنها فاقدة للنطق بسبب صدمة تعرضت لها زمان، ومن وقتها فقدت الذاكرة كمان ومحتاجة ترتاح أطول فترة ممكنة. وبتبدأ الكوابيس تطارق ديشا في نومها اللي بيكون أشبه بالحقيقة، وبنلاقي شبح بنت شعرها طويل بيقرب منها علشان يدلها على مكان معين، وهي بتبقى ماشية وشبه المغيبة عقليا، وبتمشي ممر طويل في الغابة آخره الساعة الأنتيك لغاية ما بتصحى ديشا من النوم على رن الساعة وكأن في حد خنقها. وبعد ما بتستوعب إنه كان حلم بترجع تكمل نومها، ولكن اللي احنا بنشوفه إن الحلم بيتحول لحقيقة والشبح بيراقبها في كل لحظاتها. وبتبدأ ديشا تحاول إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وبنشوف يوفان زوجها وهو بيودعها علشان عنده اجتماع مهم جدا ولازم يحضره. وبيحضر يوفان فعلا اجتماعه، بس بيكون ذهنه شارد في ديشا وبيفتكر إن الدكتور حذره لو اتعرضت لصدمة مرة تانية إيه اللي ممكن يحصل. بس ديشا بتبقى بتحاول تعدي يومها بشكل طبيعي شوية لغاية ما بيلفت انتباهها جرس الساعة اللي بيرن، وبتقرر إنها ما تهتمش. بس اللي بيخوفها أكتر المرة دي إنها بتحاول
بتتكلم مع يوفان عن طريق رسائل الفيسبوك، فبتلاقي نفسها عاجزة عن الكتابة وكأن في حد هو اللي متحكم في كتابتها، والساعة دقها بيزيد جدا، فبتحس ديشا ان الساعة بتناديها، ولما بتحس ديشا بكده بتقرب منها بخطوات بطيئة جدا وكلها خوف، وبيبقى الخوف حتى واضح على ملامحها ونقط العرق اللي مغطية وشها، ولسه هتبص من نفس العين اللي في الساعة بتلاقي جرس الباب رن، لكنه بيطلع عمها خانور. من ناحية تانية بيبقى يوفان قاعد مع جونوا وبيعرفه انه لازم يستشير باحث علمي، ولما بيوصل يوفان للبيت وبيقعد مع عم ديشا بيفضل يتكلم معاه عن الورث وانهم لازم يسجلوه في الشهر العقاري فورا، وبيحس خانور بان البيت فيه حركة غريبة جدا، ولما بيقوم لا اراديا بيتجه للساعة ولكنه بيتعرض للشد وكأن في حد بيجره على الارض وبيسحبه، والصدمة انه ما كانش بيحلم واللي مر بيه بيبقى حقيقي، لغاية ما بيصحى يوفان على صوته وبيكتشف انه اتزحلق على الارض مش اكتر، بس خانور بيكون واثق من الاحساس اللي حسه وانها مش مجرد وقعة عادية، وبيقعد مع يوفان وبيعرفه ان البيت مسكون بروح وبيفضل يحكي له تفاصيل الموقف اللي حصل معاه، ولكن يوفان مش بيصدق او زي ما يكون مش عاوز يصدق، فبينفعل عليه خانور وبيعرفه انه نصحه وهيسيبه يتصرف براحته. ولما بيروح الشغل جونوا برضه بينفعل عليه لان يوفان مش بيؤمن بالارواح، ولكن في نفس الوقت ده الرسائل اللي ما كانتش ديشا عارفة تكتبها وصلت له وهي بتحكي له ان اللي حصل معاها امور غريبة ومش عارفة تحكي له عليها، فبيحس بالتشابه في اللي حصل معاها ومع عمها وبيقرر يروح البيت، وبتبقى ديشا في الوقت ده بتواجه الرعب في البيت لوحدها، واثناء ما بتكون في الحمام بتتخيل الشبح وراها من كل مكان لغاية ما بيبدأ يتجسد، فبتترعب منه وبتطلع تجري، بس بتتفاجئ ان يوفان دخل عليها وبيلحقها بين ايديه، والساعة بتبدأ تدق مع نفس اليوم والتاريخ، وديشا بتحاول تشرح له لكن بتبقى عاجزة تماما عن النطق، وبيجي لهم الباحث العلمي دكتور ماكيم تاني يوم علشان يطمن على ديشا، وبتبدأ اللعنة تطارق حتى يوفان وهو نايم، وبيتخيل ان ديشا بتقوم من نومها وهي شبه العفريت علشان تتخلص منه، ومن هنا بيبدأ يوفان يشك في اللي حصل وبيركب كاميرات في كل مكان وبيبعتها لماكيم، وبيفضل ماكيم مراقب المكان كويس جدا، بس بيلاقي ان الكاميرا بتفصل في مواعيد معينة، وبيبقى مبرر يوفان ان الكهرباء في الوقت ده بتقطع، وبيكون جونوا قاعد معاهم وعاوز يروح للحمام، ولما بيتجه ليه وهو خايف بتبدأ الكهرباء تحصل لها نفس الخلل من تاني، مش بس كده ده كمان الشبح بيظهر له هو كمان ولكن من ورا الشباك، وبيبقى باين الظل بس، ومع رنة الساعة بتصحى ديشا، ومن كتر خوف جونوا ما بيكونش قادر حتى يحرك لسانه، ولما بيجيله يوفان بيكتفي بس انه يشاور له على ديشا، بس لما بيبص يوفان ليها بيكتشف انها نايمة عادي ومفيش اي شيء مختلف او باين حتى انها اتحركت، وجونوا بيشرح لماكيم اللي شافه، بس يوفان بيجي وبيثبت له ان كهرباء الحمام هي اللي فيها مشكلة وبيثبت له ده بنفسه، وبعد ما بيتحركوا بيفضل ماكيم واقف وبيجرب الكهرباء اكتر من مرة، وهو نفسه بيكون شاكك ان في حاجة بتحصل مش مفهومة في المكان، وبيفضل يتجول في كل ركن في البيت، ده غير انه بيبص على ديشا وهي نايمة علشان يتأكد من انها اتحركت ولا لا، لغاية ما بيدخل للمكتب وبيلاقي فيه صورة للجدة الكبيرة، ومن الشباك بيلاحظ ان العاملة زي ما يكون بتدفن حاجة، وبيحاول يجمع المعلومات وبيفتح كاميرات المراقبة، وبيلاقي ان ديشا بتعاني من كابوس وحاسة بالألم، فبيقرر انه ينزل لأوضتها، ولكن بتبقى خطواته بطيئة بسبب ان رجله مصابة، ولما بينزل لها بيلاقيها فعلا بتعاني من الألم وكأنها عاوزة تنقذ نفسها من الكابوس اللي هي فيه بس مش عارفة، وبالتزامن مع دقة الساعة بتصحى ديشا وبتقعد زي ما وصفها جونوا بالظبط، فبيبدأ ماكيم يظبط ساعته علشان يعرف الحدث ده بيتكرر امتى وعلاقته ايه بفصل الكهرباء، وبيقعد مع يوفان وديشا وبيطلب منه يشرح له كل حاجة وبداية علاقته بديشا، فبيحكي له يوفان انهم اتولدوا لقوا نفسهم في دار ايتام، والوحيد اللي كان بيهون عليها كان يوفان، وبيكمل وبيقول له انهم قضوا ايام جميلة مع بعض لغاية ما اهلها وصلوا في يوم للدار وكانوا عاوزين ياخدوها من هناك، وفضلوا يتأسفوا كتير للمسؤول لانهم ما قدروش النعمة اللي ربنا اداها لهم، بس ديشا ما كانتش عاوزة تروح معاهم لانها اصلا ما تعرفهمش، وفي نفس الوقت مش عاوزة تبعد عن يوفان، وبنرجع من تاني ليوفان وهو بيقول له انه ما حسش باليتم الحقيقي غير لما ديشا بعدت عنه، ومن بعدها كمل دراسته وبدأ يشتغل، وكان كل يوم بيتصل بالحارس علشان يطمن عليها، وفي يوم عرف انها راجعة علشان تسلم على اصحابها اللي كانوا معاها في الدار في يوم حفلة تجمع، ففرح يوفان جدا وقرر انه يروح للحفلة علشان يشوفها، بس اللي حصل ما كانش متوقع، وهو انه في وسط الطريق شاف حادثة عربية، وبتبقى العربية دي اللي كان فيها اهل ديشا، وبيقول يوفان لماكيم انه من الوقت ده
ديشا فقدت صوتها، بس بيقطعوا مكيم وبيعرفوا انها بتبكي، ومعنى كده ان عقدتها ابتدت تتحل. وفعلا بتحاول ديشا انها تنطق حروف اسمه وهي الدموع مغطية عينيها. وبتمر الايام عليهم هما الاتنين، وبتبدأ ديشا انها تستعيد حياتها من تاني، ولكن بتبقى لسه مش قادرة انها تستعيد صوتها، بس في نفس الوقت فرحانة بكل اللي بتمر بيه مع يوفان، وعايشة معاه حياة سعيدة وبسيطة، لغاية ما بتتجمع هي ويوفان مع مكيم عندهم في البيت، وجرس الساعة بيدق من تاني. وفي اللحظة دي بيلاحظ مكيم ان ديشا ابتدت تتغير، فبيؤمر جونوا انه يوقف الساعة فورا، وبيروح جونوا يقفلها، ولكن مش بتقف غير لما الجرس بيسكت. فمكيم بياخد باله من شكه انه كان في محله، وبيقرب من الساعة وبيسألهم ازاي وصلت لبيتهم، وبنكتشف ان جونوا كان جايبها هدية ليهم، وبيحاولوا يتتبعوا المكان اللي جات منه. وبعد بحث كتير جدا منهم في اكتر من مكان بيقدروا يوصلوا لاصل العيلة اللي جات من عندهم الساعة. وبعد ما بيشوفوا صورها بيفتكر يوفان ان العيلة دي هي اللي اصطدمت بعربية اهل ديشا، وبيرجع فلاش باك وبنشوف حقيقة الحادثة كاملة، وحقيقة المشهد اللي في اول الفيلم لما السيدة وقعت على الارض وبنتها كانت بتكلمها في التليفون. وبنكتشف انه لما يوفان كان بيتوسل ديشا تعيش، كانت السيدة فقدت زوجها، وبتبص ليوفان وصعبان عليها اللي هو فيه، ولكن لما لقت ان ديشا عايشة وهما الاتنين ماشيين، حاولت تتوسل لديشا تنقذها، وما كانتش تعرف ان ديشا فاقدة النطق. وبنرجع للحاضر وبنشوف يوفان وهو بيقول انه ما كانش قادر يفكر في حاجة غير بس ديشا، وبكده ممكن تكون العيلة دي رجعت من تاني في هيئة اشباح علشان ينتقموا منه. ولما بيروحوا البيت بيفضل مكيم مصمم انه يعرف ايه السبب في اللي بيحصل، وبيقدر انه يوصل لنتيجة، وبيقول ليوفان وجونوا انه مش من عادته انه يعلن هزيمته، وحالات الاشباح مش عنده لانه رجل علم، وعلشان كده قدر يوصل لحل مشكلتهم، وهي انه مفيش اشباح في البيت. وبيبدأ يشرح لهم عرف ازاي، وبيقول ان الساعة مظبوطة على وقت معين هو اللي بتدق فيه، وعلشان كده فتحها وطلع الجهاز الاساسي منها في ايده، واكتشف ان في جهاز تاني بيعرض الصور لما تبص في العين اللي فيها، حاجة كده زي كاميرات الاطفال اللي بتعرض افلام كرتونية وصور معالم سياحية، بس اللي هيبص في الساعة مش هيتخيل انها ممكن تكون كده ابدا. ومع الصور اللي لقاها فيها لقى صورة العيلة ومعاهم سيدة كبيرة، واثناء ما كان بيكمل اكتشافه اتفاجئ ان الجنايني واقف تحت البيت وبيشغل الكهرباء، فنزل له مخصوص علشان يعرف المعلومات منه. وابتدى في الوقت ده الجنايني يحكي له، وبنعرف من حكايته ان العاملة اللي بتنظف البيت تبقى جدة الطفلة بنت الاب والام اللي كانوا في الحادث، وان الام عاشت بس فقدت عقلها بسبب فقدانها لزوجها، وكان لازم الجدة تربط بنتها من ايديها ورجليها علشان ما تعمل لهاش مشاكل، بس للاسف حتى هي ما عاشتش كتير بسبب اصابة عقلها، وعلشان كده دفنوها في ارض القصر اللي هم فيه من كام يوم بس. وده بيفسر لنا ليه ما كانش حد بيطارد ديشا الايام اللي فاتت. وبيبدأ مكيم يشرح لهم ويقول لهم ان كل المواقف اللي كانت ديشا بتشوفها كانت هي الام حقيقي قبل ما تفقد حياتها، وبنسترجع كل اللي حصل مع ديشا فعلا، وبتبقى هي الام. وبيروحوا علشان يحضروا دفنها، وبنتها بتكون لا حول ليها ولا قوة، وهيجرى لها حاجة من حزنها عليها، والمفروض ان لحد هنا بتكون كل حاجة اتحلت. بس بعد ما بيروح مكيم البيت وبيراجع الكاميرات بيتفاجئ ان الاحداث ابتدت تتكرر في نفس الساعة. ومن ناحية تانية بنفهم ان ديشا ويوفان اتولوا تربية الطفلة معاهم في البيت، وبتبقى هي السبب في الاحداث اللي بتتكرر. وده بنفهمه لما بتصحى من نومها كل يوم في نفس الساعة علشان تقابل شبح والدها ووالدتها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.